سواقين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي دايماً بيحكوا حكايات غريبة، بس أكتر واحدة اتكررت على لسانهم كانت عن الست اللي بتركب بالليل وبتختفي فجأة. القصة بدأت سنة 2008 لما عربية نقل كبيرة وقعت في حفرة في الكيلو 78، ولقوا السواق متجمد وهو ماسك الدركسيون. بس الغريب إن مفيش أي إصابات ظاهرية، كأنه مات من خوف. بعد الحادث ده بشهر، سواق تاني اسمه عم صابر حكى إنه وهو ماشي بعد نص الليل شاف بنت لابسة فستان أبيض واقفة على جنب الطريق، كانت بترفع إيدها وبتبكي. قال لنفسه يمكن محتاجة مساعدة، فوقف وركبها. قال إنها كانت ساكتة تماماً، وشها شاحب جداً، وشعرها لازق في وجهها كأنه مبلول. ولما قرب من الكيلو 98 قالت له بهدوء غريب: خلي بالك، أنا كنت هنا. بص جنبه، ما لقاهش، بس كرسي العربية كان مبلول كأن في حد قاعد عليه فعلاً. تاني يوم الصبح لما راحوا نفس المكان لقوا هناك علامة حادث قديم وعربية متكسرة في نفس المكان، كانت بتاعت بنت اتقتلت سنة 2008 وكان اسمها سارة. ماتت في حادث وهي رايحة فرح أختها. من يومها كل اللي بيعدي في المكان بعد نص الليل يشوفوا نفس المنظر، بنت بتبكي على جنب الطريق، تطلب توصيلة وبعدين تختفي. وكتير من السواقين دلوقتي لما يوصلوا الكيلو 73 بيقفلوا النور وبيمشوا بسرعة من غير ما يبصوا يمين ولا شمال، لأن اللي بص هناك بيقول إنه ما قدرش ينسى وشها طول عمره.